بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ معاكم من مطبخ اميره وادم. ما تنسوش تعملوا لايك، تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. تعالوا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده هعمل معاكم طريقه عمل الكبده، طريقه حلوه وجميله هتعجبكم. وتتبيلها حلوه. اول حاجه معايا نص كيلو من الكبده متقطعه، اي تقطيع عشوائي انتوا حابينه. معايا بصل متقطع جوليت، فلفل حراق وفلفل رومي، والحراق دوت اختياري. معايا ليمونيه، معايا 5 فصوص من الثوم مبشورين. كمان معايا التوابل بتاعتي، ملح وكمون وكزبره وفلفل اسود. معلقتين من الخل. طبعا هنجيب البوله اللي احنا هنشتغل فيها. اول حاجه هعمل تتبيله الكبده. هنزل بالتومه بتاعتي اللي احنا بشرينها، وبعد كده هنزل التوابل ديت اللي انا قلت عليها، كمون والكزبره والملح والفلفل الاسود. مش هحط اكتر من كده في الكبده. بعد كده هنزل كمان 3 معالق من الخل كده. طبعا انتوا عارفين ان الخل دوت بيحوش الزفاره، وكمان بيساعد على تسويه الحاجه. طبعا انا عامله الكبده دي يا جماعه بطريقه تانية برضو على القناه. لو انتوا حابين يعني مش حابين تشوفوها، ادخلوا على القناه هتلاقوها عاملاها بطريقه تانية. بعد كده هقلب التومه بتاعتي ببقيه التوابل بالخل كده زي ما موضح في الفيديو. بعد كده هجيب الكبده بتاعتي. طبعا الكبده يا جماعه ما بتتغسلش، الكبده ما بتكون طازه ما بتتغسلش. اما لو الكبده متلجه هقولك اغسليها بمعلقتين من الخل ولو ربع كوبايه من اللبن. بعد كده هنزل بالتتبيله بتاعتي على الكبده وابدا اقلبها كده. هتسيبي في الكبده في التتبيله ديت لمده ربع ساعه نص ساعه لحد بس ما تشرب من التتبيله. طبعا انتوا عارفين اللي احنا خلاص رمضان، كل سنه وانتوا طيبين. طبعا رمضان خلاص على الابواب زي ما بيقولوا. فخلاص يعني دي حتى لو انتي عاوزه تعملي سحور خفيف كده، هتقومي قايمه يعني مطلعه. لو عندك كبده في الفريزر هتطلعيها وتعمليها، مش هتاخد منك في الوقت 10 دقايق. بعد كده هنجيب آه اي حاجه، يعني الصينيه اللي احنا هنستعملها في او الحله زي ما انتي حابه يعني. هنحط معلقه من الزبده، وهننزل بالكبده بتاعتنا. طبعا الكبده ما تتقلبش كتير يا جماعه عشان ما تتهرش مننا. انا بس بفردها بس في الصينيه بتاعتي، وبعد كده هسيبها لحد ما احس ان هي خلاص بدات تنشف كده. وطبعا الكبده ما بتوطاش عليها النار يا جماعه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. فاحنا نعلي النار، عاوزه نار عاليه عشان المسام بتاعتها تقفل معانا على طول. بعد كده خلاص انا حسيت ان الكبده بتاعتي خلاص اهيت. هبدا اديها تقليبه خفيفه كده. طبعا طبق الكبده دوت في السحور حلو قوي. هيفيد اطفالك وهيفيد طبعا لكل حاجه يعني. مع طبق سلطه كده هتعمليه وانت واقفه في المطبخ، مش هياخد منك 10 دقايق. بعد كده هننزل بالفلفل بتاعنا. انا مش هنزل بكميه الفلفل كلها، انا هنزل بس بنص كميه الفلفل بتاعي. طبعا الفلفل السبايسي دوت يا جماعه اختياري. لو انت مش حابه تكون حراقه، عندك اطفال او حاجه، خلاص مش شرط، فلفل رومي وخلاص. بعد كده بقى هميل الكبده بتاعتي كده في جنب كده، وهبدا انزل بالبصل بتاعتي.
تاخد ايه تشويحه كده تشويحه كده خفيفه. انا مش عاوزه البصله برضو ايه تكون بتورش معايا، انا هبدا ادبلها كده. بعد كده بقى هقلب الكبده مع الفلفل مع البصله بتاعتي. خلاص بدأت معايا، خلاص دخلت في سوا اهيت يا جماعه. هبدأ بقى ايه انزل بنص كميه الفلفل اللي احنا كنا حايشينها مع بعض. لو انت مش حابه تحطي بصل عادي، ممكن تكتفي بتتبيله الكبده والفلفل بس انا حبيت ايه اديها مذاق كده واغير. طبعا كل ما بتغيري في، يعني مش كل مره نعمل يعني نفس الوصفه، غيري كده من الاكله بتاعتك وجربي. مش ما فيش حاجه يعني مش هتخسري حاجه اما تجربي. بالعكس انا لقيت البصله جميله جدا وكانت طعمها حلو. خلاص انا كده بدأت اطفي عليها النار، وبدأت احصر ايه ليمونيه، عصير ليمونيه كده، عشان ايه لو فيها زفرة او اي حاجه وبتديها مزازه حلوه. طبعا مع طبق سلطه، مع طبق طحينه، مع طبق بطاطس محمره، هتعملي احلى سحور لاولادك وهتبسطيهم. وادي كده كان خلاص الكبده بتاعتي اهيت خلصت، وده شكلها النهائي. وما تنسوش تعملوا له لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.